شكرا لك زميلي بندر الشهري، وشكر للكباتن سلطان خميس فيصل جاري، وكذلك للمراسل مهند الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. راح ندخل في أجواء مباراة كبيرة بإذن الله تعالى في هذه المباراة والأمسية الرمضانية المنتظرة. نكمل بعد السلام الملكي. مكرمة هنا في منطقة حائل، تحديدا استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل. حضور جماهيري متوسط، لكن متوقع أنه يزداد مع استمرار الدقائق المباراة. إذن لقاء منتظر في الجانبين. البني المنافس الدائم والمبتعد حاليا عن المنافسة يستقبل القلعة العتيدة والطامع بالصدارة في بعد هذه المباراة لتعثر الحزم والرياض في مباراة الأمس. إذن مشهد البداية المنتظر مع فريق الأهلي وجمهوره الحاضر هذه المرة في مدينة حائل في النشيد قبل بداية أي مباراة لفريق الأهلي، واللي بالمناسبة يعيش أفراحا للفوز بدوري السلة، كذلك جمهور الجبلين. في هذا التوقيت تحديدا، لكن هنا الجبلين وهنا الأهلي وهنا ركلة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة. الجولة 27 من دوري يلو لأندية الدرجة على فكرة. هيثم عسيري يحرك كرة في اليمين لبارو، يلعب في العمق بارو، يلعب مع هشام فايق، تمريرة جميلة. هيثم عسيري، بارو لمسة وانتو ممتازة. هيثم يلعب الكرة ممتازة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. حلوة المحاولة الأولى، حلوة المحاولة الأولى من هيثم عسيري، اللاعب اللي ذكرت أنه من اللاعبين الجيدين في المراوغة، كذلك من اللاعبين الجيدين في التسديد. لاعب هيثم عسيري اللي حاول في الكرة الماضية. الأهلي عنده لاعبين اثنين كانوا مشاركة في فيفا مع منتخبهم، لكن هنا كرة مقطوعة تأتي أهلاوية أولى جول. يسجل مبكرا في المباراة. حسن العلي دائما المؤثر امام المرمى، يستغل الغلطة ويأتي بالهدف امام ثنائي دفاعي برازيلي. يعني يخطئ في هذه الكرة، وحسن العلي لها وما يصدق خبر، يستغل الخطأ مباشرة. ركلة هداف من وراها من خلفه، حتى وهي مقطوعة خلف أبو دبوز في قطع الكرة، وصلت لحسن العلي، وبالتالي هدف أول للأهلي وشكل الصدارة تطارد الأهلي. والاسم الجميل في هذا الموسم مع فريق الأهلي باربوزا، يلعب الكرة لافة باتجاه المرمى ممتازة، ويبعدها أو الكرة تمر من بين محمد صلاح مع الكرة. والأهلي من أكثر الفرق تسجيلا من الكرات الثابتة، وهذه ثابتة الآن. بودبوز يلعب الكرة الرأسية وتعدي وتذهب إلى خارج أرضية الملعب.
في بداية هذا الدوري. لكن بودبوز الآن لمسة جميلة جميلة جدا للمجحد، الآن مرور ممتاز للمجحد، مساحة شوت بجال المرمى والكرة إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب عنده قدم قوية، سجل الهدف بعد 38 سنة من الغياب لفريق الجبلين. راح نشوف الآن بلاتا الله 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 يا بلاتا، الله يا بلاتا. هنا ركنة ممتازة من رضا بن سايح لكنها تعدي وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. وهو على فكرة أكثر لاعب يقطع كرات في الدوري بشكل عام. بلاتا مراوغ هذا الكولومبي، هنا لمسة من باربوزا البرازيليرو في هذه الكرة. بارو وبودبوز يلعب على القائم الاول، بودبوز وراسيه من باستوس والى ركله مرمى فقط ايضا راسيه. فايق يلعب لبودبوز، في شيء الان قادم ممكن بتمريرتها. نعم بودبوز اذا ما سيطر على كورته وقرأ المساحة توقع شكل من اشكال الصناعة الجميلة لبودبوز. شوف الكرة ووضع امام المرمى وفعلا استقبل التمريره بان يركنها في الشباك، لكن القرار اتى بالتسلل. على فكره ممكن يلجا للفار ويقول جول لان الكره اكتملت. قراءه تحركات بودبوز الان في انتظار قرار قادم الان من حكم المباراه. تسلل اذا انتظار لشكل اخر من التمريرات لبودبوز. هنا تدخل الفار في حاله تسلل اذا بارو، ويبدو أن البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة قادمة هذه المرة من الدكة، ونايف القاضي وكامل الموسى. وكرة ثابتة، 14 هدف من كرة ثابتة مثل الأهلي. هذا باربوزا يلعب العرضية وراسية متابعة، ولكن لدفاعات الأهلي. زياد يخطئ بعد الكرة وتأتي راسية الآن. كرة ثانية مدين يسدد، ولكن قتالية في الدفاع. يسرها تأتي الآن لبوجبا لجابر عيسى يفقدها لبودبوز. الان لمسه جميله، يحول كره في اليمين. بارو المساحه لعبها للعلي. بارو اخذ مساحه، تمريره تاتي راسيه بودبوز او المجحد، ولكن الكره وكذلك قبل الفوز على الخلود في الراس. تلعب كرة الآن، محاولة الآن تأتي أهلاوية. زياد الجهني يراوغ بشكل ممتاز، يعرض كرة. بودبوز في مكان ممتاز، تسديدة أخرى وكرة ثانية لأمام بودبوز، والكرة كانت قريبة لإضافة هدف أهلاوي. الكرة ارتطمت بوجه بودبوز، يأخذ الكرة الآن. لمسة سريعة من بودبوز، الكرة تهيأت بشكل وبقي دقيقة. شوف الكرة الماضي. زياد الجهني مراوغة ممتازة جدا، لعب الكرة. بودبوز سدد، وكان حاضر رضا بن سايح الجزائري على الجزائري، نجح بشكل كبير امام مواطنه في التصدي للكره الماضيه. لم يكن موفقا في مسيرته، لكن هنا صافره حكم المباراه. اذا مشاهدي القنوات السعوديه الرياضيه، الشوط الاول ممتع الى حد ما، ينتهي بتقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء. الشوط الثاني بالتاكيد راح نكون منتظرين فيه اكثر من فريق الجبلين. انتظركم حينها، الى اللقاء. كلمه بعد ذلك بعد الفاصل تأتي للزميل بندر الشهري. تفضل زميلي بندر. الجبلين دخل بأسلوب يتحفظ به ويتوقع أن لا يتلقى هدف، لكن حصل الهدف مبكرا. يدخل الشوط الثاني الآن بشكل آخر. كرة ثابتة مع بودبوز المؤثر في الثابتة، يلعب كرة رأسية تمر من الجميع. هذه فرصة الآن من حسن العلي صاحب الهدف. الآن باربوزا يلعب الكرة ممتازة، مرور رضا بن سايح الآن يلعب العرضية ممتازة. الجيم خطير بالتأكيد، لمسة التهديف يملك حالة مهمة في المباراة. الآن رياض بودبوز يلعب الكرة ليست عالية، لكنها وصلت لرأسية هشام فايق، لكن حاضر فيها الدولي الأردني يزيد أبو ليلى. ملعوبة الآن لتأتي للأهلي في الجهة اليسرى لباربوزا، مقطوعة. الأهلي أكثر سيطرة في الدوري، وهو الأكثر تمريرا في الدوري على فكرة فريق الأهلي. والآن هذا قلب الدفاع في مكان ممتاز. باستوس يراوغ وكأنه مهاجم، لعب الكرة بالرأس لبارو، عدت من بارو كأنه مهاجم. تأتي الآن لبودبوز، يسيطر على كورته، يحاول فيها الآن يقرع مساحة، يعمل لمسة جميلة بمهارة. هشام فايق راح يلجأ لرياض، راح يلجأ
لبودابوز، مهارة فردية الآن، لمسة، يطلب الونتو، بارو الآن في مكان ممتاز، المجحد يسدد بشكل سريع، غير مقنع بشكل كبير لكن يحقق النتائج المطلوبة. هنا حسن العلي وفق الامكانيات حقيقه يعتبر يعني اجاد الاهلي، ولكن الان اجاد زياد في سيطر على الكره بشكل ممتاز. هذه فرصه زياد يقاتل على الكره، يحاول كسب ركله جزاء لكن نجح في سيطره رائعه على الكره. غير ذلك الجولات الثمان الاخيره، شوف الكره، شوف الامتصاص الرائع جدا، لكن التوجيه كانت في الجهه واصبحت المساحه ضيق المساحة على نفسه، لكن الأهلي يقترب من هدف ثاني تأكيد. بودابوز وصلت الخطورة، وصلت لمهندس الأهداف. الله على المرور الفردي الجميل، يلعب كرة جميلة للمجحد، تم تدخل عليه لكن الكرة مستمرة لإزبيدي الآن، كابيتانو الآن في هذه الكرة، لمسة رائعة لبارو الآن عرضية إلى ركلة ركني. لا زال الأهلي محافظ على هدفه في شوط المباراة الأول المبكر. ريان حامد الآن يتحرك في اليمين، انطلاقة أهلاوية من الظهير، يلعب لزياد في مساحة ممتازة، الآن قادم من الخلف حسن، ولكن متابعة تأتي من الشنقيطي لكن البرازيلي فقط من الجهيد. تأتي الآن فرصة، بندر فالح يلعب الكرة لبلاتا، فرصة الآن للبني للجبلين. الله جميلة نواف العزيزي، هذه ثمينة الكرة، ثمينة الفرصة لفريق الجبلين، تتجهز الآن يحاول فيها لكن بارو في عمل دفاعي فارق في هذه. ماركاو أمارال 28 سنة، لاعب البرازيلي المهاجم، وصفقة يناير والاسم اللي منتظر منه كثير خاصة المباريات المقبلة للأهلي. تلعب الآن فرصة خطيرة الآن، بلاتا في مكان ممتاز، الجبلين يعدل ويفرح جمهور البني. هدف تعادل الجبلين، بلاتا ينسل ويخترق بصعوبة دفاعات الأهلي ويدخل هو والكرة في المرمى. شوف الكرة، شوف التمريرة، بلاتا ممكن فيها كلام ثاني أم لا؟ حاليا جول يتجه باتجاه المرمى، وجه نفسه باتجاه المرمى، غلط المدافع. شوف التوجيه للكرة السليم واللمسة، اللمسة والهدف، الهدف للجبلين. التعديل الكولومبي يسجل ويستغل أخطر فرص المباراة ويعدل الجبلين. كرة التعادل اللي قاتل عليها الجبلين، لعب على 1-0 كثير الجبلين. عطائي ثم العين، البكيرية، الدرعية، الخليج، والآن الجبلين. معنا كرة الآن زبيدي وأمارال، محاولة بالرأس الآن، فرصة الآن بارو، مساحة، يسقط، ركلة جزاء للأهلي. أتت اللحظة الفارقة في المباراة، الأهلي يتحصل على ركلة جزاء. بارو نام أغلب فترات المباراة وجاب الزبدة في هذه الكرة، جاب الفارقة في التدخل عليه، في التدخل، في عدم خبرة من اللاعب نواف العزيزي، عدم خبرة، وكل الخبرة ما شاء الله من بارو. ركلة جزاء اللي يفعلها بودابوز، راح ينفذ امام ابو ليلى. بودابوز يلعب جول، الاهلي يضيف الثاني، يضيف هدف ال3 نقاط عن طريق المهندس الممتع، المهندس الكروي بودابوز يسجل هدف الفوز الأهلاوي. هذا المهندس هنا الكروي يسجل ويبدع في لحظة الركلة، وهدف بالتأكيد فارق للأهلاوي، فارق ل3 نقاط. 2-1 للقلعة. المباراة تنتهي مع صافرة حكم المباراة، واعتقد ان عندنا كرة أخيرة في المباراة، كرة أخيرة. العزيزي، الكرة ملعوبة،
يا الله، كادت الكرة أنها تكون في مرماه، كادت تكون في مرماه. شوف الكرة العزيز يلعبها، باستوس 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 باستوس، كادت كرة ثابتة. هذا سجل التعادل المباراة الماضية، وكرة ثابتة بالتأكيد، أجواء متوترة عالية التوتر. الجبلين يلعب الكرة، متابعة وارباعي مصدر الأمان، وبالتأكيد ضغط كبير، ضغط كبير، نقاط ثمينة جدا للأهلي حتى ينتهي هذا الكابوس. وما نقول له مبروك، نقول له الحمد لله على السلامة يا أهلي، الحمد لله على السلامة يا أهلي. تلعب الكرة الآن ربيعي، خلاص 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 خلاص. الأهلي يجلب النقاط الثلاث، يجلب النقاط الثلاث، وهو بالتأكيد سعيد. ودائما الأمور متعبة في هذا الدوري، يعدي مشوار متعب آخر ل8 مباريات باقية. يتصدر الأهلي، أمر عادي، لا يشغل نفسه كثيرا، يريد انتهاء الكابوس سريعا والعودة إلى مكانه في الأضواء. يفوز هنا في مباراة ليست سهلة أمام الجبلين بهدفين مقابل هدف واحد. ألف مبروك للأهلي، هذا الأداء المقبول والنتيجة المهمة. حظ أوفر للجبلين اللي قدم بالتأكيد أداء رائع ومنافسة عالية، كاد أن بفترات أنه يعدل وبفترات أخرى أن يفوز. هارد لك للجبلين، إذا مبروك له. تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة، وألقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة، إلى اللقاء.